السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هوريكم مشتريات البيت اللي هتكفينا اسبوعين باذن الله، والحاجات دي انا جايباها من هايبر باندا، وهقولكم كمان على العروض اللي كانت موجوده هناك. بس في الاول عايزه اشكر كل مشترك فيكم. احنا الحمد لله وصلنا ل1000 مشترك، فبحب اشكركم جدا واشكركم على الكومنتات الجميله وعلى التشجيع. شكرا خالص. اول حاجه ابتدي بيها هي اللحوم. انا هنا جايبه لحمه مفرومه عشان عايزه اعمل طاجن مكرونه باللحمه المفرومه، ولحمه عاديه للطبخ العادي، وبفتيك او ستيك عايزه اعمله مع بطاطس بيوريه وصوص مشروم بالطريقه بتاعه الشيف مروه الشافعي. وهنا كمان انا جايبه صدور فراخ عشان عايزه اعمل مكرونه نجرسكو فراخ عاديه للطبخ العادي، وكمان برضو عايزه اعمل مندي برضو بطريقه شيف مروه الشافعي، ما شاء الله عليها، انا بحبها وباخد كتير من وصفاتها. هنا في كمان هوت دوج، ولقيت الفينش كان عليه عرض، كان نزل من 65 ريال ل 49.95. وهنا جبت دوب، انا بقالي فتره كبيره ما جبتهوش، بس يعني لما لقيت كده بقى بيغذي البشره وكده قلت لما الواحد يهتم بنفسه شويه بقى فجبته. وهنا كمان جبت معجون اسنان لاولادي. هنا جايبه 6 من لبن بالشوكولاته من المراعي فريش. انا بحاول اقلل منه، فهو كده كل واحد فيهم هيكون لي 2 في الاسبوعين دول ان شاء الله. وانا بحب اجيب الحاجات اللي في التلاجة عشان بتكون المواد الحافظه اللي فيها اقل، ولقيتها كمان بالفانيليا فجبت واحده بس، وقلت ان احنا نجربه ونشوف لو عجبهم ان شاء الله ممكن اجيب لهم منه كطعم جديد يعني. التونه كان عليها عرض واحده مجانا، ودي بتسعف بصراحه في اي يوم الواحد ما عندوش وقت ان هو يعمل اكل. وكان عليها عرض على كريمة الطبخ وكريمة الحلويات 500 ملي، اعتقد دي ب8.95. هنا في كمان حلاوة طحينية بالفستق من طعم انا اول مرة اجربها. وجبت لهم لبن ابيض من الربيع، هي الكرتونه دي فيها 18 واحده، والربيع بيكون هو خالي من المواد الحافظه ومن الالوان الصناعيه، فيا رب يعجبهم ان شاء الله. ندخل على الركن الغير صحي في مشتريات البيت. ايس كريم لندن كان عليه عرض من 21 ريال ل 10 ريال. وهنا كمان جايبه لهم كيندر جوي، طبعا الحب الاول والاخير لكل الاطفال، فانا جايبه لهم 2 للبنات وواحده للاولاد. اوريو كان عليه برضو عرض، كان اعتقد دي كانت ب8.95 وفيها 6 وحدات، فانا جبتها علشان نجربها. وجايبه هنا من كيندر اصابع الشوكولاته فيها 8، وكمان الميني كيندر ودول 20 وحده، فاعتقد انهم هيكفونا اكتر يعني من اسبوعين. بس انا بحب الحجم ده من كيندر لانه بيكون صغير، و بيكونوا مش واخدين يعني حجم كبير من الشوكولاته، وفي نفس الوقت خدوا حاجه حلوه. برضو رافائيل الشوكولاته كان عليها عرض، بس للاسف انا مش فاكره العرض كان ايه. جايبه قهوه انا المفضله عندي اللي هي التي ميكياتو بالكراميل، بس مش بتتوفر كتير للاسف. انا هنا جايبه واحده بالكراميل واحده بالفانيليا، وجايبه مشروم عشان الوصفه بتاعه الستيك مع البطاطس البيوريه وصوص المشروم. الخيار هنا جايبه خيار. هنا في ليمون و2 من الطماطم، وكمان هنا جايبه جمبري عشان انا عايزه اعمل فيتوتشيني بالجمبري، فعشان كده جايبه جمبري ومكرونه فيتوتشيني وكريمه مطبخ ملوخيه وبطاطس مقليه. وهنا كمان في مناديل، ودي كان عليها عرض من كلينكس فاين مناديل مطبخ. العرض بتاع كلينكس اعتقد الستة كانوا ب11.95. هنا جايبه بصل وبطاطس وموز، وكمان هنا جايبه مانجا، خلاص الموسم بتاعها قرب يخلص فقلت نستمتع بيها شويه كمان. وجايبه كمان برقوق احمر. وانا بحب اجيب كذا نوع فاكهه عشان الاولاد ياكلوا فاكهه يعني، ودي حاجه مغذيه. البريل كان عليه عرض بس للاسف انا مش فاكره هو كام. والمراعي جبنه موزاريلا كان نزل ده كيلو كان ب25 ريال، في ركن برضو الحاجات اللي عليها عروض. جايبين 2 من الفراوله الحب الاول والاخير لاولادي، وطماطم صغيره او تشيري توميتوز، زيتون مخلل،
رومي مدخن وجبنة رومي. وانا هنا لما بجيب الحاجات لاسبوعين احب اقول لكم على انا معلومة انا بعملها، يعني اني انا الحاجات اللي هي زي الرومي المدخن والبيبروني والجبن لما بتقعد فترة بتغير طعمها، فانا بجيب كمية وبقسمها على اكياس تلاجة او الاكياس اللي هي زيبلوك، وبطلع منها على قد حاجتي والباقي بحطه في الفريزر وبطلعه اول باول، فبتفضل محتفظة بطعمها وان هي بتكون طازة. فهنا في بيبروني وجبنة رومي وجبنة جودة سادة، برضو انا جايبه منها 3 ودول اللي هما بيكونوا مغلفين ومحطوطين جاهزين يعني، فانا جبت 3 برضو علشان اقدر اشيل منهم، و2 برضو من الجودة المدخنة برضو علشان اقدر اشيل واحدة ونستخدم واحدة. وهنا كمان جايبه ناجتس السمك، احنا عاده بنجيب ناجتس الدجاج، فانا قلت اجرب ناجتس السمك مع اولادي وانا بعملها في القلايه بدون زيت، فيا رب تعجبهم. وهنا في سمنه فارم ودي المفضله عندي، بحسها فعلا زي السمنه البلدي وطعمها جميل. هنا في خل وزيت دوار الشمس وكورن فليكس من نسكويك بالحروف عشان افكرهم بالمدارس. وهنا في فينو بتاع الهوت دوج سوري، فينو عادي وفرنش بريد، والمصفى علشان حاجات الدقيق والكاكاو بحاجات الكيكات. وهنا برضو في مضرب سلك يدوي. ده كل حاجة، اتمنى ان الفيديو يعجبكم واشوفكم في فيديوهات تانية قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.